السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في قناتكم سعد واب. خوكم سعيد. شحال ما درنا شي فيديو كبرنا هاد القناة هادي، لكن رغم ذلك باقيين بزاف ناس كيتواصلوا معايا في الواتساب. الدراري باقيين مهتمين بالدومين ديال الريسكين، باقيين الدراري باغيين يتعلموا ليه. اللي كيسولني على كودات، اللي كيسولني على الدورة، اللي كيسولني عنده شي مشكل شي بلان. داكشي علاش بغيت ندير هاد الفيديو هذا ونخرجوا في هاد الاطلالة في الدومين ديال الريسكين ونهضروا. واختاريت موضوع نهضر معكم فيه، وهو المشاكل اللي غادي يواجهوك الا كنتي يلاه باغي تبدا في الدومين ديال الريسكين ولا بادي في الدومين ديال الريسكين. يلاه الله بادي غتواجه واحد خمسة ديال المشاكل، خاصك تغلب عليهم. وانا كنظن بلي هاد المشاكل هادو اللي حطيتهم في هاد لا ليست هادي، الا تغلبتي عليهم وخرجتي راسك منهم وتعلمتي، كنظن غتمشي مزيان في الدومين ديال الريسكين. ملي كنهضر كنقول لك غتمشي مزيان، كنخصكش الفلوس نهائيا. فلوس ارزاق، لكن الخدمه فاش كيكون عندك في دماغك فهذا هو اهم حاجه. فلوس كيجيو من بعد. اذا مش منطولش عليكم، خمسة الاسباب، خمسة المشاكل غيواجهوك في الدومين ديال الريسكين. اول مشكل غادي يواجهك هو الاندرويد ستوديو. قبل كنت قبل ما ندير هاد الدوره هادي، في الاول ما كنتش كندير دوره، ما كنتش ندير جروب والدراري كيجيو وكيلقاو فيديوهات. لا كنت كل واحد كيخدم معاه بوحدو، يعني كنت كندير دورات خاصه. وتصادفت مع شي دراري اللي ما كيعرفوش حتى يفكوا الضغط على شي ملف، وهذا مشكل. فما بالك يتعاملوا مع برنامج ديال اندرويد ستوديو. لذلك البعض برنامج اندرويد ستوديو غيواجه غيكون عنده هذاك هو داك هو الكابوس اللي خاصو يتجاوزو. فخاصك تحاول تعلم تحاول الاندرويد ستوديو. هو ماشي شي حاجه اللي صعيبه، بالعكس اندرويد ستوديو حاليا جوجل غادو كتسهلو. من يلاه بدينا حنا كان اندرويد ستوديو راه معقد ديال بصح. تصور معايا اكليبس اللي كان هذيك الساعه كان سهل من اندرويد ستوديو. دابا حاليا اندرويد ستوديو راه ولا ساهل بزاف. عندك شات جي بي تي، عندك جوجل. اي مشكل يطرح لك كوبي حطه في شات جي بي تي ولا حطه في جوجل، غادي تلقى الحل. وتعلم ضروري. هذا حاجه اندرويد ستوديو حاول تتعلم ليه. الا تعلمتي الاندرويد ستوديو غتبدا الخدمه. ثاني مشكل غادي تقدر انك تواجهه، ماشي شي مشكل ولكن البعض باقي واهل معاه، وهو الريجيكت. كيبدا بزاف الدراري كيبداو يخدموا، كيبداو يصايبوا تطبيقات يلوحوهم كتجي ريجيكت. وكاينين دراري اللي كيجيه ريجيكت صافي كينساو كيمشي يصايب تطبيق اخر. ما عرفش باللي ملي كتجيك ريجيكت راه ممكن انك دير واحد الابديت وتصايفط واحد النسخه جديده ودوز عادي الا صححتي دوك الاخطاء. لا، كيمشيو كيصايبوا تطبيق جديد وكيمشيو يلوحوه وديك الخطره كتبقى ريجيكت. داكشي علاش خاصك تعرف كيفاش تتعامل مع البلاي ستور. خاصك تعرف شنو هو الريجيكت، شنو هو الريموف، شنو هو السسبند. فاش كتجيك ريجيكت عندك الحق انك تعاود تصيفط نسخه جديده بفيرسيون ثانيه. كنخدموا الاندرويد ستوديو كتخرج مثلا الكود ديالك بواحد الفيرسيون فاش كتبغي دير ريجيكت شي واخا غير ترفع تطبيق ويتنادم معك الحال تبغي ترفع تطبيق اخر، واخا ما يدوزش كاع خاصك ترفعو بنسخه 2. داكشي علاش حل المشاكل دائما فيما كيجيك رجاك كيصيفط لك جوجل شنو هو المشكل حاول تحلو. تقدر كاع تصيفط لك المشكل ومع سكرين شوت قلب غتشوف هذاك الرساله واش مش مضمن معها واحد التصويره. الا كان مضمن معها غتلقاها لتحت غتهبط. الا كنتي خدام بجيميل تهبط لتحت غتلقاها عطينك فين كاين المشكل حلو عاود صيفط سميتو. كاين عاوتاني الريموف. ريموف بحالو بحال الريجكت حتى هو. الا جاتك ريموف مكتوبه ريموف ازاله، يعني راه ممكن انك تصيفط واحد النسخه جديده تحل المشاكل وتعاود تصيفط نسخه جديده. سسباند هو اللي صافي مابقاش عندك الحق انك تقيس التطبيق مشالك وبقى سسباند بقى تماك. ما عندكش انك عندك الحق انك تعاود تعدل فيه ولا تدخل ليه. ريموف ريجكت تقدر تعدل عليهم. الفرق ما بين ريموف وريجكت، ريجكت كتجيك فاش يلا كترفع تطبيق الا ما تقبلش كتجيك ريجكت. ريموف تيكون تطبيق ديجا كاين في الستور، الا جا راجعو شي واحد من التيم ديال جوجل ولقى فيه شي مشكل يقدر ديك الساعه يحيدو لك ويعطيك ريموف ما يعطيكش ريجكت. بما قديتي المشكل وعاودتي رفعتي نسخه جديده الا صحتي المشاكل غادي تقبل. هذا بلان ديال الريجكت. خاصك تعرف كيفاش تتعامل مع السطور، خاصك
تخدم بطريقه اللي كنتي خدام سبام، خاصك تعرف كيفاش تخدم سبام باش ما تجيكش ريجيكت، وما ما ديرش. يعني تقدر مره كتجيك ريجيكت ما عرفتش تجيك قاعد تجيك في ريجيكت، لكن هذا كيبقى مرحله كتتعلم فيها. فما ما تستسلمش، بقى دائما تحاول حتى تفهم شنو هو الحاجه اللي كتجيك، علاش كتجيك ريجيكت. وبقى خدام بحال ما هكا، تطبيق مع تطبيق، تطبيق مع تطبيق، غتفهم قوالب ديال جوجل بلاي. غتولي قبل ما تصايب تطبيق غتعرف واش غادي يجيب لك ريجيكت ولا ما يجيبش لك ريجيكت. غتولي كتصايب تطبيق وانت يعني مدير عندك البلان 1 وبلان 2 بلان 3 وبلان 4. الا جاني ريجيكت في هذا البلان 1 غادي نمشي ندير هذا البلان 2 باش نهرب من الريجيكت. جاني ريجيكت في بلان 2 غنشوف بلان 3. هادو مسائل اللي كتعلمهم مع الوقت. المهم الاستمراريه. المشكل الثالث وهو الليميت اللي معقد بزاف الناس. الليميت ديال ادموب، حنا كنعرفوا ادموب من الشركات الاعلانيه الواعره والطوب، وكلنا كنعتمدوا على الناس اللي خدامين في الدومين، حيت هي اللي فيها الارباح مزيانين. تقريبا ارباح ديال ادموب يضاعفوا حتى ل5 المرات الارباح ديال شركات اخرين، 3-5 المرات على حسب واش النوع ديال الاعلان، واش بانر ولا انترستيشل. يعني البانر ديال ادموب راه هربان ديال بصح على الشركات الاخرين، كلشي ناقص الا البانر ديال ادموب. مازال الانترستيشن نقدروا نقولوا كاين واحد شويه المنافسه ما بين الشركات الاخرين بحال ابلوفين وبحال ادموب، كاين المنافسه. فبزاف الناس واحلين مع الليميت كيجيك بحد بكل بساطه انك جوجل كتولي تجيك واحد الزيارات كيشكوا فيهم، ويقدروا يشكوا بلا حتى شي حاجه. خدام عادي ما عندكش لي زانستال ويجيك الليميت. فهاد الليميت شحال جاري به العمل غالبا كما كتحول شي كونت كيجيك الليميت. البلان اللي كيديروه الشركات الكبار اللي عندهم العاب وكيجيهم بزاف الترافيك كيديروا الميديشن، كيشدوا التطبيق ديالهم كيديروا ميديشن ديال ادموب، كيدخلوا معاه ابلوفين، يدخلوا معاه ايرون سورس، فيسبوك، كاع الشركات اللي كيقبلوا الميديشن مع ادموب، وكيديروا حدوا واحد المحدوديه في كل مستخدم. مثلا كل مستخدم يبان ليه واحد 10 ديال لي ادز، 20 ولا شوف علاش هما كيخدموا. اون فوا كيكمل هذوك المحدوديه على كل يوزر، صافي كيوقف ادموب، كيبقاش يبين اليوزر الاعلانات، وكيولي يبين شركات اخرين مثلا يبين ابلوفين ولا يبين فيسبوك بحال ما كيبقاو خدامين مزيان بلا ما يجيهم الليميت. بعض الدراري كيشرحوا تيقولوا بانك الا جاك الليميت حاول دير ميديشن باش ما يبقاش ادموب الا ما طلعش يطلع لك اعلانات ديال شركات اخرين، وهذا خطا. فاش كيجيك ليميت الميديشن حتى هو كيجي الليميت. ما عارف باللي دراري قبل يعني باقين عندهم التحديثات القدام، يلاه دارت الميديشن ولات المشكل ديال الليميت. جوجل خرجت واحد التصريح واحد الابديت قالت باللي الا جاك الليميت راه الميديشن ما كتاثرش، لكن حاليا راه ولات كتاثر. الناس اللي خدامين غادي يعرفوا باللي الا درتي الا جاك الليميت واخا عندك الميديشن حتى الميديشن ما يبقاش يبان فيها لي ادس، وهذا مشكل. داكشي علاش بغيتي دير الميديشن ديالها من البدايه، ما تسناش يجيك الليميت. الدراري عندهم ليميت وما عارفينش كيفاش يحلوه. المهم هذا البلان هذا يعني جوجل كتقول لك تسنى المراجعه، وهاد المراجعه تقدر توصل 4 شهور 6 شهور. كاين اللي بنادم تقول لك تانا 8 شهور وباقيين ما باقيين في المراجعه، متى غادي يراجعوا. هذه مشكله. داكشي علاش كيخلي بنادم بزاف يحقدوا يمشيو يخدموا في شي شركات وحدين اخرين. وبعض الناس كيحيدوا ادموب كيديروا شركه اخرى وكيتسناو انه يحلوا لهم المشكل في الليميت، وهذا خطا عاوتاني. اين فوا كتحيد الادموب صافي ما كيحيدش الليميت. خاصك الا بغيتي تسنى المراجعه خاصك تخلي الاعلانات ديال ادموب حتى يراجعوا على خاطرهم، وهذيك الساعه يرجعوا لك يحيدوا لك الليميت من الكونت ديالك. اما الا بدلتي الادس فصافي غادي يبقى ليميت. ما الا غادي يجيو يتحققوا يلقاو شركه اخرى صافي يخليو الليميت. كاين واحد البلان كيديروه وهو باش يتهربوا من البلان ديال الليميت، ولا الدراري اللي كيجيو الليميت باش يحيدوا بواحد السرعه. كيمشيو يجيبوا واحد الترافيك، كيشريو ترافيك، ماشي كيشريو من مواقع ديال جلب الترافيك، لا كيجيبوا حملات اعلانيه كومبين من شركات كبار، اما فيسبوك اما ادوورد، شركات كبار كيجيبوا منهم ترافيك من دول متقدمه بحال فرنسا بحال الميريكان بحال كندا، وكيبقاو خدامين بحال ما هكا كيجيبوا الترافيك. هذاك الترافيك كيخلي الحساب يتحيد منه الليميت بواحد السرعه تقدر توصل حتى للشهر 18 يوم 28 يوم، المهم على حسب. المهم كيستعملوا هذه الاستراتيجي باش يجيبوا ترافيك مزيان ويتحيد لهم الليميت بسرعه.
هذه من الاستراتيجيات اللي كيديروها البعض. مهم هذا تو كتعتبر من المشاكل اللي كيواجه الدراري اللي خدامين في الريسكين، وهو الليميت. المشكل الرابع قلة التحميلات. بزاف الدراري كيواجهوا مشكل في قلة التحميلات، وهذا بسبب ان ما كاينش واحد الاستراتيجي ديال الخدمه. باش تجيب تحميلات خاصك يكون عندك استراتيجي، خاصك تكون عارف شنو كدير، خاصك يعني تخدم على نيش اللي عليه حركه مرور كبيره. خطا اللي كيديروا بزاف المبتدئين وهما كيصايبوا تطبيقات عشوائيه بدون دراسه، فقط كيشوف مثلا ستور عامر باغاني سعد المجرد، هو مشي كيصايب تطبيق سعد المجرد. دائما كنصح الناس انهم اللي بغاو ينجحوا في اي دومين خاصهم يبعدوا على المنافسه. خاصك تخدم بعقلك نتايا في واحد الحاجه اللي ما فيهاش الناس بزاف، كاين فيها نتايا ولا واحد جوج. هاد فرص النجاح في هذيك البلاصه كتكون كبر، على الرغم من انها ما مضموناش وما ما عارفش راسك يعني واش غتنجح ولا ما غتنجحش، لكن على الاقل الفرص فيها كيكونوا كبر من انك مزاحم مع بنادم اللي ديجا واعر عليك وعنده دي اب اللي قدام في السطور وانت مزاحم معاه، فصعيب انك تجيب لي زانستال. شوف التوجه ديالك، خدم، لقى لي نيش راه ما تسناش تمشي الاب تمشي الاب برين ولا تمشي تطبيقات مواقع اخرين كيبينوا لك التطبيقات اللي طالعين باش دير بحالهم. راه لي نيش راه كيجيو كتكون بحال ما كبالك مع راسك كتلقى واحد النيش طاحت لك، فكره طاحت لك راها نيش. شحال من مره كنت كنصفح في التيك توك ولا كنصفح في اليوتيوب كطيح عليا شي فكره ديال شي تطبيق اللي هذيك الساعه مدير الترند، الترند تطلع عليا. كاين بحال مثلا فيلم جديد ديال ويدناس دايد، مادام داروا عليه تطبيقات وخدموا وداروا الصرف هذيك الظرفيه. كاين كيبقى يتسنى في اللي نيش ديال الافلام كيبقى يمشي صايب عليهم تطبيقات. انت خليك دائما مستعد، حيت بعض المرات كيبان لك النيش قدامك لازم قدامك كديهاش فيه، حيت اصلا ما مركزش في هذه الخدمه هذه. خليك دائما مستعد تصفح، شوف شنو كاين، شنو داير في الترند ديال العالم، امريكان، المغرب، فين ما كان، واستغل الظروف باش تصايب تطبيقات اللي اليوم علاقه بهذاك الترند يخدم لك مزيان ويدخل لك الصرف. هذا البلان ديال التحميلات. المشكل الخامس غلق الحسابات. واخا ما استفدتش مزيان في هذا قله التحميلات، ولكن ماشي مشكل، مبغيناش نديرو فيديو طويل. حتى الافكار ما واضحينش ليا دابا حاليا. خامسا قلنا غلق الحسابات. بزاف الناس كي عندهم مشاكل انهم الا تسد لهم الكونت مشات لهم الخدمه، حيت حنا عارفين باللي انفو يتسد لك كونت مع جوجل ما عندكش حق انك تصايب واحد اخر، ولا صايبت واحد اخر غيتعاود يتسد لك وانتيا الكونت ما تاخذوش فابور، كتشري ب $25 يعني واحد 5000 ريال، واخا تبقى كل مره تشحل الكونت يتسد يحول الكونت، راه ميزانيه. وهذا كنا كنعانيو منه شحال هادي. ان شاء الله بدينا صاحبنا 70 كونت تسد لينا ولا 50 كونت تسد لينا. عرفتي راه كنت كل كونت كنصايبو كارطه ديالو، ودرت عرفتي واحد الكارطون عامره بالكارطات ديال اورانج، كنت كنحل بهم لي كونت. عرفتي راه خسرنا فيه ديال بصح. داكشي علاش خاصك تلقى استراتيجيه باش الا قدر الله وتسد لك الكونت تعرف انك تحل واحد اخر بلا حتى شي مشاكل. ودي عارف بلي بزاف الدراري واحدين فيها ما عارفينش كيفاش يحلوا كونت بلا حتى شي مشاكل. كاين بزاف الاستراتيجيات من اسهل الحوايج اللي تقدر انك ديرهم وانك تحل الكونت بلا حتى شي مشاكل. حاليا بغات تعقدها زعما جوجل ودارت باللي خاصك دائما فيما تحل كونت خاصك تفيريفي بلا كارت ديالك، وهذا ولا مشكل لبعض الناس. يعني الا حليتي بكارطه ديالك ميمكنش لك تعاود تحل بها مره اخرى، لكن رغم ذلك تقدر انك تحل بلا كارت ديالك بلا كارت ديال الناس اللي معاك في الدار، والدها، الوالد، اختك، خوك، شي لعبه بحال هكا. تقدر انك دير لها الفوتوشوب. الناس اللي عارفين كيعرفوا كيفاش يخدموا الفوتوشوب تقدر دير لها الفوتوشوب. انايا شخصيا لا كارت ديالي وحده كنبقى نحل بها بزاف لي كونت، ما كاين حتى شي مشكل. ما كنحلش بزاف لي كونت في نهار واحد، يعني واحد في هذا الشهر واحد في الشهر الجاي بنفس الكارطه، غير هي ماشي هي اللي كنهزها كنحطها كنمشي نفيريفي بها. هي عندي لا كارت بحال اللي كدير واحد الحاجه جديده باش ما تحيد داكشي اللي كاع تصاور جوجل كتاخذ لك لي زانفورماسيون ديالو.
بحال عندك تصويره جوجل كتعرف انك كتاخذ لي زانفورماسيون كاينين في التصاور. انت تقدر تعاود تدخلها الفوتوشوب وتخرجها، تقدر انك يعني تمحي ليها لي زانفورماسيون من كان واحد البرنامج كنمحيو منه كنمحي منه لي زانفورماسيون اي دي تري ريموفر. هاد اي دي تري ريموفر كيحيد هذا. كتحط تصويره هنايا، كتحط تصويره شي تصويره هنايا، نجيبو شي تصويره بلاتي، كتحط هاد التصويره مثلا باش تجي التصويره هنا، نجيبو هاد التصويره لا لا، هذا كيحيد داتا من الملفات الموسيقيه، ماشي من هذاك ديال التصاور. ما عرفتش فين دايرو، يمكن وقيلا محيتو ولا كان وقيلا عندي في وقيلا ما اصلا ما كتسمى سوفغارديتوش في الديسك ديال داكشي علاش وقيلا مشى ليا. هذا اللي عندي كنحيد منه الداتا من الملفات الموسيقيه. فاش كنت كنخدم تطبيقات ديال اغاني ديال بلاير شي لعبات بحال هكا، كنتيشارجي شي حوايج من اليوتيوب كندخلهم لهاد التطبيق هذا، كيحيد ليا داك الداتا كلشي، السميه اللعيبات كلشي كيتحيد باش ما تجينيش كوبي رايت فاش كنكون خدام. بالنسبه للناس اللي خدامين بالستاتيك بلاير تقدروا ديروا هذا البلان هذا. تطبيق سميتو اي دي 3 ريموفر اي دي 3 ريموفر. خدموا به الا بغيتو تخدموا تطبيقات ديال الاغاني، خدموا به باش يحيد لكم الداتا من الصوت، ما تلقاوش مشاكل في يجيكم شي كوبي رايت. كيف قلت لكم كنحيد منهم غير الداتا التصاورات، كنعاود نصيفط نفس التصويره، ما كاين حتى شي مشكل. واحد الحاجه، راه جوجل تقريبا 6 شهور حتى ل 8 شهور كتنسى لك لي زانفورماسيون ديالك، كتنساهم. تقدر مثلا بحال ما مصيب كونت دابا خدام به عادي، خدام به بخير، واحد 6 شهور 8 شهور يتسد لك، عاود حل واحد اخر بنفس المعلومات، ما كاين حتى شي مشكل، بنفس لاكارت. دير سميه واحده اخرى مثلا وحل بنفس لاكارت، ما كاين حتى شي مشكل. حل بنفس لاكارت بنفس نمره التليفون، ما كاين حتى شي مشكل. غير هوايه مهم ما كاينلاش انك تدخل في الريسك بهذه الطريقه هذه. تقدر يعني الحاجه اللي مساهله انك تبدلها بدلها، مثلا بحال نمره التليفون تقدر تبدلها، ولكن لاكارت اللي صعيب انك تلقى تجيب شي لاكارت جديده، خدم بنفس لاكارت ديالك، ما كاين حتى شي مشكل. وهذه كنخدم بها انا، يعني حاجه كنقولها لكم اللي ديجا كنديرها. المهم الغلق ديال الحسابات راه فيه بزاف الحلول، و تقدر تخدم ب ار دي بي باش تصايب هاد البلانات كاملين. ولا بغيتي تخدم تصايب تطبيقات خصك تفورماتي البيسي ضروري، انستالي اندرويد ستوديو جديد وخدم به. بالنسبه للار دي بي كاين بزاف الار دي بي تقدر تشري شي واحد فيهم. وهذا ما كنظن انني هضرت لكم في هذا الموضوع بشكل ليس شامل، ولكن على الاقل هضرنا فيه بشكل كافي ووافي، يقدر يفيد اي واحد، اي دري باغي يخدم ولا دريه. كاين بزاف دريات هما مهتمين بالدومين ديال الريسكين، تحيه ليهم. كاينين دريات داخلين معنا نيت في الدوره، تحيه ليهم، الله يسهل الجميع. هذا ما كان الاخوان، كان ده فيديو اطلاله، وفي نفس الوقت نهضروا في شي حاجه مفيده اللي تفيدكم في الدومين ديال الريسكين. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. الله يعاون.